مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذه الحلقة التي نعلق فيها على هتافات الشعب الجزائري أو المظاهرات التي تخرج هناك تحت شعار الجيش والشعب خوا خوا أو إخوة، يعني إخوات يعني. وهذا الهتاف كان في مصر أيضا خلال ثورة 25 يناير عند خلع مبارك، كان اسمه الجيش والشعب إيد واحدة. طبعا شعوب المشرق الإسلامي عندما يسمعون هذا الشعار يضحكون يعني ويقولون يعني ألا يدري الشعب الجزائري ماذا فعله العسكر بنا؟ يعني العسكر في مصر قتلوا الشعب، وكنا بنقول الشعب والجيش إيد واحدة وإخوات والجيش مننا. والليبيين كذلك كانوا يعني جيش القذافي قام بإبادتهم وقصفهم. والسوريون كانوا يسمون جيش بشار حماة الديار، تمام، والجيش العربي السوري وهازم إسرائيل. وكذلك الجيش العسكر في اليمن، جيش اليمن هذا كان الشعب اليمني يعتقد أنه حامي اليمن، فإذا بهم يفاجؤون بأنه يسلم صنعاء لميليشيات إيران أو ميليشيات الحوثي، وسلمهم يعني سلم اليمنيين تسليم أهالي، وهو اللي سلم مدن اليمن بدون أي قتال ولا أي حاجة. قبض الفلوس والضباط يا معلم قبضوا الفلوس وسلموا المدن، ثم بعضهم حتى انضم إلى ميليشيات إيران أو اللي تسمى الحوثي يعني. أقول إن شعار الجزائريين هو شعار صحيح ويجب أن يستمر. إزاي؟ بداية إذا وجد نظام مستبد، نظام ديكتاتوري وفاسد وحرامي، يبقى نحن أمام نظرية الفرعون. ونظرية الفرعون اللي احنا واخدينها من القرآن الكريم بتقول إن كل فرعون له ملأ، يعني له نخبة، وكل فرعون له هامان وزير أو وزراء يعينونه، وكل فرعون له جنود، ودائما جنود فرعون يكونون مثله. ما هو نظرية فرعون، ما فيش واحد بيبقى فرعون على نفسه. يعني ما ينفعش انا اجي اصور شغل انا الفرعون، يبقى فرعون على مين؟ رئيس جمهورية نفسي مثلا. انما الفرعون هذا فعل متعدي، فالفرعون مش ممكن يبقى فيه فرعون وفيه نظام ديكتاتوري وفاسد وبيزور وبيلفق الا اذا كان له جنوده، جنود فرعون. وده مذكور في القرآن الكريم. لذلك في القرآن الكريم اغلب الايات تجد ربنا سبحانه وتعالى قارن فرعون بجنوده على طول، في الجرائم وفي العذاب وفي الإغراق، نفس العقوبة. فلأنه كما هو فرعون لما واحد زي السيسي عاوز يعتقل الناس مش هينزل يعتقل، عاوز يعتقل المسلمات مش هينزل يعتقلهم بنفسه، عاوز يقتل المسلمين في رابعة مش هينزل يقتلهم بنفسه. يعني لن يستطيع أن يفعل ذلك بمفرده، لولا كما ظلموا، إنما يفعل ذلك من خلال جنوده. وهو الفرعون أو السيسي أو أي مكان اسمه هو شخص واحد لا يرتكب جريمة بمفرده، لا يستطيع أن يرتكب، إنما هؤلاء عدته وسلاحه وقوته، فهم شركاء في كل شيء يفعلونه. يعني هو أنت اليوم هل رئيس فرنسا يقدر يلغي الانتخابات؟ لا، لأن الجيش الفرنسي يعترض والشعب الفرنسي يعترض والشرطة الفرنسية تعترض. هل رئيس وزراء ألمانيا ميركل مثلا تقدر تلغي الانتخابات ولا تزورها؟ لا. ليه؟ لأن ما عندهاش جنود فرعون. هي اللي عاوزة تبقى فرعون تبقى تعمل لها جنود فرعون، تبقى تجيب جنود على شاكلته فاسدون مثله او تفسدهم. ممكن يبقى الجندي داخل الجيش كويس ومدني وكويس راجل حلو ابن ناس وكل شيء، ثم يفسدونه. طيب، رغم ذلك نقول انه ما يقوله الشعب الجزائري صحيح. لماذا؟ اولا الجيش الجزائري لم يطلق النار على المتظاهرين او على الشعب الجزائري حتى الآن. يعني واحد بيقول لك سلام عليكم تقوم شيل طوبة ورماها في وشه، الناس تقول عليك انت مجنون. ليه؟ تقوم تقول لهم اصل والله انا عارف ان هو هيحدف عليا طوبة. ايوه بس انت كده خسرت معركة الشرعية. الراجل ظاهره بيقول لك انا كويس وانا معاك. واقول لكم انه العسكر في الجزائر يؤيدون فعلا المظاهرات ويؤيدون فعلا خلع بوتفليقة ويؤيدون إسقاط النظام، وسأقول لماذا لكن بعد قليل. فهنا الموقف المعلن للجيش في الجزائر أو للعسكر في الجزائر والشرطة هناك أن هي يعني لا تطلق النار على المتظاهرين وخايفة عليهم، والجيش والشعب إيد واحدة، والجيش من الشعب
وآخر هذا الخطاب الذي كنا نسمعه في مصر أيام حسني مبارك، ولما قامت الثورة عليه كان الجيش ملتزم بهذا الخطاب كما يجري. فكان رفعنا لشعار الجيش والشعب ايد واحده، بنقول لهم والله مش انتم بتقولوا ان انتم تحبوننا، واحنا برضو بنقول لكم احنا بنحبكم. الكلام ده موجود في القرآن الكريم؟ نعم. قلنا فرعون، طب ربنا بقى لما بدأ قصة فرعون قال ايه؟ قال لسيدنا موسى واخيه هارون، سيدنا هارون: اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا. يعني مش ما تذهبوش تقاتلوا فرعون ولا تشتموا فرعون وهو فرعون وهو طغى، إنما البداية بدأت فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. دي الافتتاحية. تمام؟ لما فرعون بقى رفض وبدأ يعني رفض هذه الدعوة، ما الذي جرى؟ الأمور بدأت تتصاعد مع فرعون، تتصاعد إلى أن أغرقه الله سبحانه وتعالى هو وجنوده في خليج السويس. يعني شوف المسألة وصلت فين لفين، كيف بدأت من قول له قولا لينا، يعني حتى خلوا الكلام، حافظوا على مشاعره وأحاسيسه ولا تجرحونه بكلمة، وانتهى الأمر إلى إغراقه هو وجنوده. تمام؟ ده القرآن الكريم مهم جدا يا جماعة. والله لو ندرس السياسة المذكورة في قصة القرآن الكريم والحكم والإدارة وكذا ما كانش ده يبقى حالنا يعني. هذه هي المسألة أو الجزئية الأولى. طيب، لماذا لا يطلق الجيش الجزائري النار على المتظاهرين؟ لأنه لم يشحن ضده. نفس اللي جرى في مصر، واحنا ما كنا بنقول الجيش والشعب ايد واحدة في مصر في عهد حسني مبارك خلال الثورة على الخال عيد، هل الجنود كان ممكن يطلقوا النار في تلك المرحلة؟ لا. ليه؟ لأنه مجندين ومدنيين وما تشغلش بالهم. فمبارك الثورة جاءت بغتة فلم يسعفه الوقت كي يشحنه، والمجلس العسكري أيضا لم يسعفه الوقت كي يشحنه، يجعلهم أداة إجرامية. تمام؟ لكن إيه اللي حصل بقى؟ لا عشان أنت النهارده تشحن جيش بأنه يبدأ يقتل وكذا، ماذا تفعل؟ لابد تعمل فيهم مجزرة مذبحة وهكذا، تحصل شوية مجازر أو مذابح وضخ إعلامي بقى وتجيب مشاكل، قتلوكم وذبحوكم وعملوا فيكم وسووا هكذا، ويبدأ بقى نجيب لهم علي جمعة وعمرو خالد وهؤلاء يشحنهم اقتلوهم ومش عارف يعملوا فيهم وسووا. فهم لا وقت ما يحبوا يشحنوا العساكر في الجزائر لأن يفعلوا نفس ما فعلوا عساكر السيسي، ستجد هناك مذبحة جرت لجنود أو كذا، مين عملها وكيف ده موضوع آخر، لكن هتبقى هذا هو الاستغلال كي يبدأ عملية القتل أو الشحن، يعني إنه ما يبقاش بنقول لكم اضربوا من الباب للطاق، لا، يبقى فيه مبرر. أخيرا، هل ضباط وجنود العسكر في الجزائر هم أبو تفلقة؟ قولا واحدا لا. لماذا؟ هذا النظام باقي، يعني حكومة بوتفليقة، بلاش نقول النظام لأن النظام قائم من العهد الفرنسي أو النظام أنشأته فرنسا موجود حتى اليوم، لكن الحكومات المتبدلة نقول حكومة الشاذلي بن جديد، حكومة زروال، حكومة بوضياف، حكومة بوتفليقة، حكومة هواري بن مدين، حكومة أحمد بن بلة وهكذا، يعني هي حكومات في نظام، لكن النظام باقي كما هو. يعني نقول أن الحكومة الموجودة حاليا برئاسة بوتفليقة حكومة مستمرة بقى لها 20 سنة. حكومة مستمرة بقى لها 20 سنة يعني وقف الترقيات داخل الجيش والشرطة لنحو 20 سنة. يعني الضباط اللي تحت عاوزين يترقوا، عاوزين مرتباتهم تزيد، عاوزين يشوفوا دنيا. ولا تنسوا أن وقف الترقيات للجيش في عهد الخديوي إسماعيل هو الذي أدى لاندلاع الثورة العربية في مصر. أحمد عرابي قال لك أنا ظللت في الرتبة تقريبا 12 سنة بدون ترقية أو 17 سنة بدون ترقية. فبقاء القيادات العجوزة هذه بتجعل الضباط مضارين، مصالحهم مضارة، يعني فهم كارهين النظام وكارهينه كذا، مش عشان هو ظالم ومستبد وكلام من هذا القبيل، لا، لأن النظام ده أضر بمصالحنا. لما جاء السيسي ماذا فعل؟ السيسي عنده 60 سنة لما عمل الانقلاب بتاعه، فالترقيات اشتغلت والمرتبات اشتغلت.
لما السيسي يستمر، فضل السيسي قاعد عنده 80 سنة مثلا هو حاكم مصر لحد 80 سنة، ايه اللي هيحصل؟ كل ده هيؤدي لوقف الترقيات، يحصل التمرد وهكذا. فبالتالي هذا يفسر لنا ليه الامور في مفيش اطلاق نار. وامريكا واوروبا باعتبارهم هم المسؤولين يعني لم يعطوا الضوء الاخضر لاطلاق الرصاص، لان هذه المظاهرات لا تزال بلا ايديولوجيا. وهذه المظاهرات الذي يجري الان في الجزائر هي عمليه نقل سلطه، بننقل السلطه من بوتفليقه او حكومه بوتفليقه الى حكومه اخرى. الشعب الجزائري بيقول احنا عايزين ننتخب الحكومه دي، امريكا بتقول لهم لا 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 لا، احنا هنعمل ندوه وهي تكتب لكم الدستور وهنجيب لكم من الرئيس وكده. فهذه مرحله انتقال سلطه، ممكن خلال عمليه نقل السلطه يمكن سرقتها. المساله اشبه بانك بتنقل فلوس من بنك بالعربيه، العربيات اللي بتنقل الاموال هذه تلاقيها من بنك الى بنك، فالحراميه ما يعرفوش يهجموا على البنك ويسرقوا الفلوس منه مباشره، لانه عليه حراسه وخزن ومش عارف وكاميرات وكل هذا الكلام. متى يجري سرقه الاموال؟ اثناء نقلها في السياره للبنك الاخر او للمكان الاخر، وهي العربيه ماشيه في السكه الحراميه يعملوا لها كمين وهكذا. فالذي يجري في الجزائر اليوم هو عمليه حكومه او نقل السلطه من حكومه بوتفليقه الى حكومه اخرى. في الليله دي ممكن تحصل عمليات سرقه وسطو كبيره جدا على الحكم في الجزائر، لان دي نقطه ضعف، والعربيه ماشيه في النص كده، او عمليه الانتقال دي نقطه ضعف ونقطه هشه. وهذا الذي فعله الاخوان المسلمين في مصر عندما سرقوا الحكم وسرقوا الثوره، وهذا حقيقه. احنا لما كان الشيعيين يطلعوا مظاهرات ضد الاخوان المسلمين، فانا كنت اسالهم انتوا لماذا تخرجون؟ يقول لك لان الاخوان سرقوا ثوره. انا كنت اقول لنفسي الاخوان سرقوا الثوره من من؟ ما هو الاخوان هم الذين اصلا قاموا بالثوره مع الشعب، وهم الذين قادوها، وهم الذين نظموها، وهم الذين قاموا بالتضحيات، والشعب انتخب الرئيس مرسي منهم. فسرقوا الثوره من مين يعني؟ احنا اديناهم الثوره او مش اديناهم؟ هم اصلا اللي عملوها يعني، وهم اللي بقالهم 60 سنه ولا 70 سنه يناهضون هذا النظام العسكري. فالشيوعيين كانوا يقصدون ان هم قاموا بثوره عشان نجيب نظام دموي زي نظام السيسي. فاثناء نقل الحكم من مبارك الى السيسي في مرحله انتقاليه اللي العربيه ماشيه في السكه، فهم يقولون الاخوان سرقوا منهم هم الثوره. يعني مش ده مخططنا يجي الاخوان، احنا مخططنا نسلم الحكم للسيسي. فراحوا الاخوان تربصوا في الطريق وخطفوا الحكم مننا، بس هم لم يكونوا يقولوا هذا بشكل صريح. لذلك لما السيسي عمل انقلاب العسكر او الانقلاب العسكري قالوا لا الثوره عادت الينا، لكن الواحد الان فهم يعني ماذا كانوا يقصدون. ارجو مشاهدينا ان تكون الصوره قد وضحت، والى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.